شافت جوزها حابس نفسه بالساعات في الحمام وقاعد في البيت من غير هدوم بالأيام، وبيستخدم اللبن بدل المية ويستحمى بيه. عشان كده خططت خطة إبليس نفسه ما فكرش فيها. اللي عاشته سهى مع جوزها محمود صعب قوي على أي حد إنه يشوفه ويستوعبه، خصوصا إن بعد جوازهم بفترة وعدم حدوث خلفة بدأ محمود تصرفاته كلها تتغير، فبدأ يلجأ للدجالين والمشعوذين عشان موضوع الخلفة، خصوصا إنه عاش حياته كلها في ملجأ أيتام، فكان هيتجنن عشان يكون عنده عيلة وأطفال. وبدأ الدجالين يطلبوا منه طلبات غريبة ومش مفهومة، وبدأت سهى تلاحظ التصرفات دي. يقعد بالأيام حابس نفسه في أوضة ويطلب إن الأكل يدخله ومحدش يفتح عليه أبدا، وتسمعه وهو بيقرأ من كتب غريبة بدأ يجيبها البيت، وبدأ يجيب كلاب شكلها غريب في البيت تبات لمدة يوم في الحمام ويمشيها، وكانت بتلاقي آثار سائل أحمر بشكل مرعب في الحمام. وأوقات كان بيصمم يمشي من غير هدوم تماما في البيت لأيام طويلة، وما كانش بيستخدم المية، وبدأ يستخدم اللبن عشان يستحمى بيه أو يغتسل بيه. تصرفات مريبة وغريبة كانت بتلاحظها سهى على جوزها محمود. وفي يوم صحيت سهى من النوم على صوت هبد وصريخ، دورت على جوزها ما لقيتوش، ولقت جوزها محبوس في الحمام وباب الحمام مقفول من جوه. ندهت على البواب عشان تعرف تفتح الباب، وفعلا طلع البواب وهما الاتنين كسروا باب الحمام، عشان تتفاجئ سهى بجوزها محمود مرمي في نص الحمام ومفارق الحياة. أغمى عليها من شدة الصدمة، والبواب اتصل فورا بقسم المعادي، ووصل الرائد شريف عزت اللي أول ما دخل لقى مسرح الجريمة شكله مش طبيعي، وبدأ يركز حواليه، فشاف مراية الحمام مكتوب عليها جملة بسائل أحمر كانت كالتالي: تطاول على أسياده، والحيطة مرسوم عليها حروف غريبة وطلاسم. وكانت المفاجأة إنهم لقوا كتاب علم الأوفاق، والكتاب ده كتاب من كتب الممارسات السفلية الغريبة مرمي جنب جسد محمود. طبعا الجريمة كان واضح إن ليها علاقة بالسحر الأسود، لكن البوليس لازم يحقق في كل التفاصيل وبطريقة منطقية، فبدأ الرائد شريف يركز في مسرح الجريمة، وأولها يشوف شباك الحمام اللي بيبعد أمتار عن الشارع لأنه في الدور الرابع، فمن الصعب جدا إن يكون حد دخل من الشباك ونزل تاني، فكده مفيش إلا مراته سهى، خصوصا إن الحمام كان مليان ببصمات محمود وسهى والبواب حسب الطب الشرعي، والبواب كان من الواضح بعد التحيات إن ملوش أي علاقة باللي حصل لأنه طلع على صوت صريخ سهى. بدأ البوليس يدور ويتحرى ورا سهى مرات محمود، واكتشف إن هي كانت شارية عربية من المعرض اللي بيشتغل فيه جوزها من حوالي شهرين باسمها وبالتقسيط، ودفعت قسطين، لكن العربية اختفت ومش موجودة وملهاش أي أثر. ولما راح البوليس عشان يحقق معاها قالت سهى إنه في الفترة الأخيرة كان محمود أعصابه تعبانة، وإنه حكى لها إنه خايف لأن في حد عاوز يأذيه، وإنه حضر حاجات غريبة من كتاب اسمه الأوفاق اللي كان معاه في آخر أيامه. ولما سألها ليه ما قدمتش بلاغ بخصوص العربية اللي اختفت، قالت إنها كانت عاوزة تقدم بلاغ بس جوزها رفض يقدم بلاغ، وإن هو قال هيدور على العربية بنفسه وهيلاقيها. بعد فترة من التحقيقات البوليس أخلى سبيل البواب، وفي نفس الوقت مفيش أي حاجة تثبت إن سهى متورطة في اللي حصل لجوزها. لكن بعد أسبوع جه بلاغ لقسم المعادي بإن في أصوات غريبة من شقة سهى وصريخ، وإن في حاجة غريبة بتحصل. ولما جري البوليس وفتح باب الشقة لقى نفس مسرح الجريمة بيتعاد، آثار سائل أحمر وكتابات غريبة مكتوبة على الحيطة، وإن الجيران سمعوا أصوات غريبة، عشان كده خافوا وبلغوا البوليس، خصوصا بعد الجريمة الأولى. وكانت المفاجأة الغير مفهومة إن سهى ما كانش ليها وجود خالص. طبعا البوليس ما ينفعش يعتمد على موضوع السحر والشعوذة، وكان لازم يلاقي أسباب منطقية للي حصل. وبعد 3 شهور من الجهود المكثفة بدأوا يدوروا ورا العربية، لأنها كانت الخيط الوحيد اللي في إيد البوليس والعقلاني. وبدأ البحث والتدوير، وبعد 72 ساعة في المرور لقوا العربية مركونة ومتغطية وموجودة في شارع قريب من مسرح الجريمة بكذا شارع، فبدأ البوليس يراقبها بشكل يومي. وفعلا بعد المراقبة ظهر شاب في منتصف العشرينات ناحية العربية، وشال الغطا من فوق العربية وركبها. في الوقت ده مسكته قوات المباحث اللي كانت بتراقب العربية باستمرار. الشخص اللي ظهر اسمه هشام، وبيشتغل كاشير في واحد من المطاعم في المعادي، وحكى بعد الضغط عليه إنه من فترة طويلة قبل الجريمة اتعرف على سهى، واللي كانت بتتردد على المطعم باستمرار،
ومن خلال علاقتهم عرف إن سهى بتمر بأزمة كبيرة مع جوزها، وإن هي مش بتحبه، وإنه مركز في موضوع الخلفة، وإنه اتجه للمشايخ عشان يلاقي حل لموضوع الخلفة، وإنها نفسها تبعد عنه وهو رافض. واتطورت الأمور بينهم من إعجاب لمقابلات في الأوقات اللي مش بيكون جوزها موجود فيها، وبدأوا يخططوا إزاي يخلصوا من محمود. قرر هشام إنه يساعدها بشرط إنها تجيب له عربية، ومش مشكلة تكتبها باسمها في الأول وبعد كده يسجلها باسمه. وفي الوقت ده كان محمود بدأ يشك في سلوك سهى، فكان لازم ينفذوا خطتهم، ونفذوا الجريمة بحرفية رهيبة. في البداية لقوا شقة فاضية في العمارة اللي فيها سهى، فراح هشام على طول وأجرها وقعد فيها، وكانت في الدور الثالث اللي تحت سهى. اختاروا يوم اتأكدوا ان محمود مش هيخرج، واول ما دخل الحمام رنت سهى زي ما هم متفقين، رنت على هشام وطلع لها البيت ودخلته بالراحة، ودخل الحمام ونفذ الجريمة بعد ما فاجئ محمود. وكان هشام بيحاول ما يسيبش بصمة واحدة من بصماته، وكان لابس جوانتي اتخلص منه وقفل الحمام من جوه بالمفتاح بعد ما كتب الكلام اللي على الحيطة والمراية بنفسه، ورمى الكتاب جنب محمود. بعد كده فتح الشباك ونزل الشقة بتاعته، وطبعا بسبب ده اتكسرت رجله ومحدش حس بيه. وسهى نفذت الباقي من الخطة، ودبرت موضوع تأثره بالمشعوذين، واستغلت الموضوع ده في تنفيذ الجريمة. وبعد الضغط عليه اعترف ان سهى مستخبية في الشقة بتاعته، وراحت قوة من البوليس وقبضت عليها. وبعد الضغط عليها في التحقيقات اعترفت، وانهم لما حسوا ان البوليس بيدور وراهم لفقوا موضوع هروب سهى وخباها هشام في شقته. وبعد التحقيقات الطويلة اتحكم على سهى بالمؤبد بتهمة التحريض على إنهاء الحياة، وتحولت أوراق هشام لمفتي الجمهورية. وتاري محمود كان عايش مع شيطانة خططت لإنهاء حياته، وحاولت تخدع البوليس، لكن انكشفت لأن مفيش جريمة كاملة أبداً.